اليهود ما منعهم من الإيمان وجرهم إلى الكفر والإقدام على النيران وعلى غضب الله إلا الحسد. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما هو السبب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فالذي حملهم على ذلك هو الحسد والعياذ بالله، فاستحقوا غضب الله ولعنته وعاشوا في الكفر والطغيان إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية، إلا من تاب منهم وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الحسد، فإنه يفسد القلوب ويفرق الأخوة ويهدم الجماعات ويجر إلى الفتن والعداوات، ولا ينجو منه إلا من سلم صدره ورضي بقدر ربه وسأل الله من فضله. الحسد عباد الله إذا دخل بين الأخ وأخيه فرق بعد جمع وأفسد بعد صلح وقطع بعد ود. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه أوقد نار العداوة وأحيا الضغائن وأطلق الألسنة بالطعن واللمز والاتهام. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه أسقط ميزان العدل فلا يرى الحق حقا ولا يقبل الفضل فضلا. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه شق الصف وأضعف القلوب وفتح أبواب الفتن. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه قطع صلة الإيمان قبل صلة الأبدان وفرق القلوب وإن تقاربت الأجساد. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه نزع البركة من المجالس وأطفأ نور العلم وصد عن قبول الحق وإن كان ظاهرا بينا. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه حرف المقاصد فصار الخير شرا والنصيحة عداوة والفضل جريمة لا تغتفر. الحسد إذا دخل بين الأخ وأخيه قاد إلى القطيعة ثم إلى البغي ثم إلى الظلم ثم إلى الطعن في النيات ثم إلى الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. فالحسد لا يحفظ ودا ولا يسلم معه قلب ولا عمل، ومن لم يقطع دابر الحسد من صدره قطعت به أسباب التوفيق وسلب نور البصيرة ووكل إلى نفسه.